قناتنا شريانا للرخاء. الجمهورية بتأمين الشركة العالمية الهدمات الفرنسية والميادية المصرية الهدمات الفرنسية. تخيلنا أن مسيو فرديناند دي ليسيبس صاحب فكرة حفر قناة السويس في القرن التاسع عشر يحضر اليوم حفل افتتاح القناة الجديدة. كيف سيكون شعوره وهو يقارن بين المشروع الذي نفذته بلاده قبل مئات السنين مستغلة فيه ضعف الحكومة المصرية وسالبة لثروات شعبها. احنا ما عندناش وقت، احنا بنسابق الزمن ونحن متأخرين قوي. طوبة فوق طوبة وابني مصر مكتوبة لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معاك. مرت قناة السويس بتاريخ طويل منذ آلاف السنين. الفكرة بدأت أيام الفراعنة في عهد أكثر من ملك عندما شقوا قناة تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر. وتتحكم الأوضاع السياسية دائما في مصير حركة الملاحة بقناة السويس. فعندما دخل عمرو بن العاص مصر وبتكليف من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرع في إعادة حفر القناة لتربط بين مصر وشبه الجزيرة العربية، وعرفت وقتها باسم قناة أمير المؤمنين. ولكن في عهد العباسيين ونتيجة وجود اضطرابات ضد الخليفة أبو جعفر المنصور فأمر بردم القناة حتى لا تكون همزة وصل بين مصر والثائرين ضده في مكة. مركب رايحة ومركب جاية والفرحة ترقص على المية. مركب رايحة ومركب جاية والفرحة ترقص على المية. ألفين مبروك ألفين مبروك ألفين مبروك يا إسماعيلية. قناة السويس منذ القدم وهي كنز اقتصادي ومصدر دخل كبير لمن يسيطر عليها. ولهذه الأسباب حاولت فرنسا أكثر من مرة منذ احتلالها لمصر عام 1889 أن تنفذ مشروع القناة، ولكن الحسابات الفنية والتصميمات كانت تقف عائقا أمامها. كما أن محمد علي باشا والي مصر كان يرى في مشروع قناة السويس خطرا على دولته، وأنه سيجعل لدول أوروبا سيطرة على ولايته، مما جعله يضع العراقيل أمام الفرنسيين. حتى جاء ابنه سعيد باشا الذي اقتنع بفكرة صديقه دي ليسيبس ونفذ المشروع، وافتتحه الخديوي إسماعيل عام 1869 في حفل مهيب. عانى الشعب المصري سنوات طويلة من ضياع حقوقه في قناة السويس، حتى جاء قرار التأميم وتأسيس شركة مصرية لإدارتها. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ضربة كانت من معلم ضربة كانت من معلم. وفي القرن العشرين أغلقت الحكومة المصرية قناة السويس مرتين نتيجة الأوضاع العسكرية وكوسيلة ضغط، أولها مع العدوان الثلاثي عام 1956 ثم بعد حرب 1967. هذه هي إرادة مصر، وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام، شريانا للمحبة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما طورت العقول المصرية إمكانيات وقدرات القناة لتثبت للعالم أن مصر ستظل دائما أم الدنيا بسواعد أبنائها. بسم الله الرحمن الرحيم.
نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم. وتحيا مصر، وتحيا مصر.